السلام عليكم. النهاردة اليوم الخامس بالليل من دورة الكتاكيت في الصيف. زي ما احنا متابعين مع بعض اليوم بيومه، وبنوضح كل خطوة بنعملها علشان نمشي مع بعض ونكون نستفاد من بعض. زي ما انتم شايفين معايا، انا النهاردة غيرت الحرارة. اللمبة بتاعتي ديت 25 واللي هناك ديت 45 عشان الحرارة كانت عالية النهاردة قوي. والكتكوت كل ما بيكبر كل ما بيحتاجش حرارة، عايز بس ياكل فيها ودرجة حرارة مناسبة مع التهوية. قلت برضك اوضح المعلومة ديت علشان تبقوا واخدين بالكم. دلوقتي زي ما انتم شايفين الفرشة معايا متبهدلة قوي قوي قوي، عايزة نظافة. وكمان المكان تحس ان هو ضيق عليهم في درجة الحرارة اللي احنا فيها ديت. احنا هنوسع المكان ونشيل كل اللي هم موسخينه دوت علشان رجل الكتكوت ما يحصلش فيها اي تورم. البلل ده بيحصل تورم، وتلاقي الكتكوت رجله اتعوجت، انت مش عارفة ايه السبب. بيبقى السبب من قلة النظافة. وكمان احنا هنحط حاجة مع بعض النهاردة للوقاية من اعوجاج الرجل او تورمها. زي ما انتم شايفين معايا، انا دلوقتي غيرت الفرشة ونضفتها لهم، زي قاعدين يلعبوا زي ما انتم شايفين وفرحانين بالفرشة الجديدة بتاعتهم. وده احسن لهم. واحنا دلوقتي وسعنا المكان علشان يجروا براحتهم ونعرف نحط الاكل بأريحية لهم، ويبقى فيه مكان للحركة بتاعتهم. وكمان غيرنا اللمبة ل100 عشان احنا دلوقتي بالليل ودرجة الحرارة هيبردوا بالليل وكده، فانا بغيرها من النهار لليل، في فرق وكده. قلت اقول لكم بردك المعلومة ديت. ببقى عندي كذا لمبة علشان لو واحدة اتحرقت لازم اغيرها بسرعة، علشان الفراخ ممكن او الكتاكيت تقعد فوق بعض تموت بعض من الضلمة. بردك قلت اقول لكم عليها. دلوقتي هنجهز المية مع بعض. المية انا حطيت اول 3 ايام مضاد حيوي تنفسي بشري، بعد كده نزلت بمية بيضة علشان اغسل معدتهم. النهاردة 5 يوم هنحط مضاد التهابات علشان التورم اللي بيجي في رجل الكتكوت. وكمان بيجي تشوهات انت مش عارفة ايه سببها. المضاد الالتهابات دوت بيمنع كل الكلام دوت، وعن تجربة قلت اقول لكم عليه. هنزل لكم بردك صورته. دلوقتي هنحط قد ايه؟ هحط سنتي على الرجل اللي قدامنا اهوت، ان شاء الله ما يحصلش حاجة عند الكتكوت بتاعنا. هنحط الوصفة بتاعتنا زي ما احنا متعودين مع بعض. بنحط كركم، معلقة كركم لقتل السموم اللي في العلف، وكمان فاتح شهية بحط معلقة كركم على العلف اللي قدامي. انا بعاير بالسقاية ديت. السقاية ديت نصها بياخد نص معلقة كركم. انا حاطة منها مرة ونص، هتاخد معلقة ونص. وهنحط كمان معاه قرنفل. القرنفل صيدلية كاملة للجهاز الهضمي، بيحسن من هضم العليقة وبيقتل اي بكتيريا او تقرحات في المعدة. وبحط كمان نص معلقة نشا. النشا بتمنع الاسهال. وبقلب كل الكلام ده كله مع بعضه، بوزعه على العلافات اللي انا هحطها وهوريكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكتكوت معايا بيسحب اكل كويس، والحيوية بتاعته كويسة. وزي ما انتم شايفين المية كمان بيشربوا منها، وموزعين الاكل في كل مكان علشان ما يبقاش فيه تزاحم. ولو راحوا اي مكان يلاقوا فيه طبق اكل يستفادوا، وانا كمان استفاد منهم، يبقى كلهم حجم واحد، ما يبقاش فيه عندي اي تفاوت في الاوزان. وكمان لو انا عايزه اتجنب السردة، ما سيبش المكان متوسخ. المكان طالما متوسخ البكتيريا بتزيد والكتكوت ما بيسحبش معايا اكل. اتجنب الحته ديت برضك. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله. ولو استفدتوا من الفيديو بتاعي ما تنسوش اللايك الجميل. وقبل ما انهي احب اقول لكم انا حاطه الميه على سيراميكا علشان ما يجيش فيها اي تبن. وما تنسوش الاشتراك في القناه. ولو عايزين اي استفسار قولولي وانا هجاوبكم في التعليقات.
والسلام عليكم ورحمة الله.